أهلا بيكم. النهاردة هنتكلم عن موضوع ممكن اسمه يبان غريب شوية، نسيج البيانات أو الداتا فابريك. طيب إيه هو ده بالظبط؟ ببساطة هو الحل لواحدة من أكبر المشاكل اللي بتواجه أي بزنس النهاردة. عندنا بحر من البيانات، بس إزاي نحول كل ده لمعرفة حقيقية نقدر نستفيد بيها؟ وهو ده السؤال اللي بيحير ناس كتير قوي في عصرنا ده. يعني فكروا فيها كده، كمية معلومات مهولة بتتجمع كل ثانية، ورغم كده معظم البيانات دي بتفضل مركونة ومحدش بيستعملها. احنا حرفيا غرقانين في بحور من البيانات، وفي نفس الوقت عطشانين لأي معلومة أو رؤية مفيدة. الفجوة دي هي دي اللي بنسميها فجوة المعرفة، المسافة الكبيرة قوي بين إن يكون عندنا بيانات متكاملة وبين إننا نقدر نطلع منها بمعرفة ليها قيمة. والحقيقة إن ده هو أكبر تحدي بيواجهنا كلنا وإحنا داخلين على اللي بيسموه عصر المعرفة. طيب السؤال المهم، ايه اللي بيخلي الموضوع صعب قوي كده على الشركات؟ ليه مش عارفين يسدوا الفجوة دي؟ الموضوع كله بيتلخص في معادلة بسيطة جدا بس في نفس الوقت قوية جدا. لما تحط التكنولوجيا المتطورة مع حجم بيانات ضخم مع عدد كبير من الناس اللي بتتعامل مع كل ده، النتيجة الحتمية هي التعقيد. تمام. عشان نفهم القصة دي كلها النهاردة هنمشي مع بعض خطوة بخطوة. الأول هنشوف إيه هي المعضلة دي بالظبط، بعدين هنعرف نسيج البيانات ونفهم هو إيه، بعدها هنشوف بيشتغل إزاي وإيه الفوائد اللي بنطلع بيها، وفي الآخر إزاي فعلا بنقدر ننسج البيانات دي ونحولها لمعرفة. يلا بينا نبدأ بأول نقطة، معضلة البيانات الكبرى. زي ما بنقول كده، إحنا غرقانين في البيانات بس عطشانين لأي رؤية أو معلومة مفيدة. وهنا بقى مربط الفرس. التعقيد ده مش مجرد كلمة، ده بيتحول لحواجز حقيقية، حواجز بين التكنولوجيا اللي بنستخدمها والناس اللي بتشتغل والبيانات نفسها اللي المفروض تكون مصدر القوة. ولما الحواجز دي بتظهر كل حاجة بتقف، التقدم بيتوقف. وده بالظبط السبب اللي بيخلي شركات قليلة جدا هي اللي بتعرف تستغل كنوز البيانات اللي عندها صح. طيب، بما إننا فهمنا حجم المشكلة، جه الوقت إننا نتكلم عن الحل. وهنا بيظهر بطل قصتنا، نسيج البيانات. وهنا لازم نركز في نقطة مهمة جدا. الداتا فابريك ده مش مجرد سوفت وير هنشتريه أو جهاز هنركبه فجأة يحل كل المشاكل. لا خالص، الموضوع أعمق من كده. دي استراتيجية متكاملة، طريقة تفكير الهدف منها إننا نضمن إن كل استثمار اتعمل أو هيتعمل على البيانات والتكنولوجيا المتعلقة بيها نستفيد منه أقصى استفادة ممكنة. عشان نبسط الفكرة أكتر، خلينا نتخيل رحلة البيانات دي على شكل سلم من 4 درجات بيسموه سلم الذكاء الاصطناعي. الداتا فابريك دوره إنه يخلي طلوع السلم ده سهل وسريع. بنبدأ بأول درجة، نجمع البيانات من كل حتة. بعدين نطلع للدرجة التانية، ننظمها عشان نضمن إنها سليمة ونقدر نثق فيها. الدرجة التالتة، نحللها عشان نكتشف الأسرار والأنماط المستخبية فيها. وآخر درجة فوق خالص، ندمج كل الرؤى والمعلومات دي جوه البيزنس نفسه عشان تكون قراراتنا كلها مبنية على معرفة. تمام أوي، كده عرفنا هو إيه، بس الأهم بقى بيعمل ده إزاي؟ يعني إيه هي القوة الخارقة بتاعته؟ بصوا، الموضوع كله بيعتمد على 3 ركائز أساسية بيحارب بيها التعقيد ده. أول حاجة إنه يوفر لنا وصول موحد لكل البيانات. تاني حاجة إنه يخلي المعالجة شاملة وسريعة. وتالت حاجة ودي مهمة جدا، إنه يمكننا من تطبيق سياسات وقواعد واضحة وموحدة على كل حاجة. نتكلم عن أول قوة، الوصول الموحد. تخيلوا إن بيانات الشركة متوزعة في جزر منعزلة، شوية هنا وشوية هناك، وكل جزيرة ليها لغتها وقواعدها. نسيج البيانات بيعمل إيه؟ بيبني كباري بين كل الجزر دي، وبيعمل مينا رئيسي واحد نقدر نوصل منه لأي حاجة. وده طبعا شيء أساسي ومهم جدا في الزمن اللي احنا فيه، اللي كله بيشتغل على أنظمة سحابية مختلفة ومتوزعة. نيجي للقوة التانية، المعالجة الشاملة، يعني ببساطة السرعة والكفاءة. بدل ما كل خطوة في سلم الذكاء الاصطناعي اللي اتكلمنا عنه تاخد وقت ومجهود كبير، الداتا فابريك بيخلي العملية كلها تمشي بسلاسة وسرعة أعلى بكتير. كأننا بدل ما كنا بنطلع السلم ده درجة درجة بصعوبة، بقى عندنا أسانسير. أما القوة الثالثة واللي ممكن تكون أهم واحدة فيهم بصراحة، هي فرض سياسات واضحة أو اللي بنسميها الحوكمة. منطقي جدا، لما تدي الناس كلها مفاتيح توصلهم لكل البيانات وبسرعة رهيبة، لازم يكون في نظام وقواعد، مين يشوف إيه وإمتى وليه. الداتا فابريك بيضمن إن الشخص الصح بس هو اللي بيوصل للمعلومة الصح في الوقت الصح. حلو قوي الكلام ده كله نظريا، بس في الآخر إيه اللي بيعود على البيزنس؟ يعني على أرض الواقع الشركة بتكسب إيه لما تطبق استراتيجية زي دي؟ أول وأوضح مكسب هو توفير كبير جدا في الفلوس والوقت. تخيلوا بس كمية الوقت اللي محللين البيانات بيضيعوه وهم بس بيدوروا على البيانات وينظفوها، بدل ما يستغلوا وقتهم وخبراتهم في التحليل الفعلي. الفايدة دي لوحدها، يعني توفير التكلفة والوقت ده، كفيلة إنها تخلي أي إدارة تفكر في الموضوع ده بجدية.
بس الموضوع أكبر من مجرد توفير فلوس ووقت. الفوائد الاستراتيجية هي الأهم. لما تكون القرارات كلها مبنية على معرفة دقيقة وسريعة، ده بينعكس على كل حاجة. بنقدر نقدم تجارب للعملاء أحسن بكتير ومخصوصة ليهم. بنقدر نبتكر منتجات وخدمات جديدة السوق محتاجها فعلا، وكفاءة الشغل جوه الشركة نفسها بتزيد في كل الأقسام. تمام، يبقى عشان نلم كل الخيوط دي مع بعض في الآخر، الاقتباس ده بيلخص الحكاية كلها بشكل مثالي. الهدف من كل ده هو إننا نستخدم الناس اللي عندنا والتكنولوجيا اللي عندنا عشان نقفل أخيراً الفجوة اللي بدأنا بيها كلامنا، الفجوة بين البيانات اللي بنملكها والمعرفة اللي نفسنا نوصل لها. لأن هو ده الهدف النهائي فعلا، التحول الحقيقي من إننا نتعامل مع البيانات على إنها مجرد حاجة بنخزنها، لأننا نشوفها كمصدر لا نهائي للرؤى والأفكار اللي نقدر نبني عليها قرارات حقيقية. ببساطة بنحول كل أصول البيانات اللي عندنا لمصنع معرفة. وهنا بنوصل للسؤال الأخير للتفكير، يا ترى إيه هي التكلفة الحقيقية اللي كل بيزنس بيدفعها كل يوم بسبب كل المعرفة دي اللي مدفونة جوه بياناته ومحدش عارف يوصل لها؟ سؤال مهم ويستاهل إننا نفكر فيه.